سلام سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى الف خير. نقول لي مشتركين جدد مرحبا بكم، الدار داركم، واللي مولفين يديروا لي جيم وكومونتير نقول لكم ربي يحفظكم ان شاء الله. واللي يفوتوا غير كيما هكا نقول لكم ديروا جيم واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم مخبز بصح بطريقتي الخاصة، يعني المخبز تاع موالف نشوفوه باللي يجي اغليظ. هنايا درته لكم على شكل كيما الصابلي، ماشي رقيق بزاف وماشي غليظ بزاف، ويجي مشرب ويجي بنين ويجي معسل. ما نطولش عليكم ونبداو في المقادير. وقبل ما نبدا في المقادير كما قلت لكم ما تنساونيش بجام واشتراك في القناة فضلا وليس امرا وتفعيل الجرس. هنا نحتاجو 3 كيلات تاع الكاوكاو يكون محمص ومرحي. هنا كي يكون محمص نخلوه شويه ابيض، ما نحمروش بزاف، نخلوه شويه ابيض. قلت لكم 3 كيلات تاع الكاوكاو. انا هنا كيلت بالبول تاع الحريره، واللي تبغي تسيي ولا دير كميه قليله تنجم تكيل دير الكيله قليله. هنايا قلت لكم 3 كيلات تاع الكاوكاو محمص ومرحي محمص ابيض، وكيله ناقصه اصبع تاع جوز الهند ولا لانوات كوكو، وكيله تاع السكر لازم يكون الحرش، سكر حبيبات اللي نسكروا به نورمال، ماشي سكر كلاصي، لاخاطش السكر الحرش يخلي لنا العجينه تاعنا ولا لاباط تاعنا تقعد معسله، ولا الحلوه تاعنا تقعد معسله فتره طويله. بصح كي نديروا سكر كلاصي بالخف تنشف. هنا قلت لكم كيله ناقصه سبع تاع جوز الهند ولا لانوات كوكو، وكيله تاع السكر ومغرف تاع لافاني. هنا باش نعطروها ونسموها نخلطوا كل شيء. ومن بعد نبداو الاضافه تاع البيض. هنايا دات لي 3 حبات تاع البيض. نتوما بداو البيض بداو تزيدوا بشويه. صافي هنا درت 2 حبات الوالا، ولازم تاني تخلطوا بيديكم، ما تخلطوش بفويب ولا بالباتر، ولا لازم يديكم. علاش يديكم؟ باش تحسوا باللي راهي تليمت لكم ولا مازال. هنا كي ديروا 2 الحبات الوالا تبداو تضيفوا في البيض ولا في الحبه الثالثه بشويه. انا هنا كي حسيتها بلي راهي ناشفه بزاف صافي زدت الحبه الثالثه كامله. هنايا من الاحسن باش المخبز تاعنا يجينا مليح في الخدمه لازم نخلوه ليبات ليله كامله يباتنا في الثلاجه. نديروه في البابي فيلم نغطوه ونديروه في الفريجيدان يبات من الاحسن. قلت لكم ليله كامله، واللي تكون مقلقه ترونه صباح وتخدم به الحشيه. هنا الليمون مليح لازم ندخلو مليح هذاك البيض مع في الخليط تاعنا، هي من الافضل قلت لكم بيدينا ونخلطوا كل شيء في رحبه. طريقه سهله جدا، ما من النتيجه تكون شابه. هنا قلت لكم نديروه في بابي فيلم ونخلوه ليله كامله، ومن بعد نروحوا الغدوه من ديك نروحوا نجبدوه ونحلوه في كيس بلاستيكي. والطابع نتوما ما تبغوا، اللي تبغيه دائري تبغيه قلب تبغيه طابع على حسب نتوما اش تبغوا. هنا تبغوا ديروه نورمال، واللي تبغيه جهه بومبي تعاودوا ترد الغطاء البلاستيكي وتطبع. راكم تشوفوا كيفاش يخرج لنا بومبي. نكملوا كاع الحبات ونروحوا نطيبوه على 180 درجه من تحت 10 دقائق، ما نفوتولهش 10 دقائق ودقيقه من الفوق، ونعاودوا نقلعوه نشربوه ولا نعسلوه كيما راكم تشوفوا بالمغرف. لازم تكون عسيله ماشي عسل ثقيل، بالمغرف ونشربوه في السنيد تاعنا. والتعسل كل واحد والطريقه تاعو. انا نفضل هذه الطريقه في السني وبالمغرف تجي مليح كما راكم تشوفوا. راهم جايين صفرين من تحت ماشي حمرين بزاف. نروحوا نبداو نطلو فيهم، والطليه كما راكم متعودين راني موالف حطيتها لكم في الفيديوهات السابقه في تاع الكيكات، معليش نعاودها لكم على الخفيف. عندنا اقل من نص الكاس تاع الحليب، نص كاس تاع المزهر، ونص كاس تاع الزيت. نخلطوهم مليح ونبداو نزيدو عليهم السكر كلاصي ونديروا لهم الملون الابيض. هنا الملون الابيض اساسي
هو اللي يخلي الكلاصاج تاعنا ولا الحبه تاعنا فوق الكلاصاج ما تجيش شفافه. خاطر نعرفوا بلي غادي يكون نديروا الكلاصاج هكا بلا ملون ابيض كي هو لنا يولي شفاف شويه. هنا كي نديروا الملون الابيض يعطينا هذيك اللمعه البيضاء. هنا نكملوا نقلاصوا الحبات تاعنا ونخلوهم ينشفوا. لازم كي نديروا نضربوا غير شويه الحبه ونخلوها تقطر ونروحوا نديروا التزيين تاعنا. هنا التزيين بلا باتا سكر، درت لها الملمع، كان عندي ملمع درت لها شويه لا باتا سكر وخدمت بها. ولازم نعاونوا روحنا بشويه تاع لا مايزينا نديروها في القالب ونقعدوا الطريقه كما راكم تشوفوا كما راهي موضحه. نكملوا نديروا العجينه تاعنا كاع في القالب ونسقموها، يعني نقلعوا هذوك الزوائد وغادي تنقلع عنا فاسيلمون. ماشي اي حاجه لاباتا سكر كي نديروها في العجينه تاع السيليكون غادي تخرج لنا بالخف ما تغبناش. نسقموها ونبداو نقلعوا فيها، غادي تنقلع عنا بكل سهوله. كيفيه سهله وبسيطه. شويه تاع الكاوكاو وانتي راكي درتي كاطو شباب. هنا نقلعوا لاباتا سكر تاعنا والتزيين ولا الشكل تاع التزيين كل وحده كيما تبغيه، كل وحده كيما تبغيه. هنا نقلعوه كامل نخلوهم يبسوا، وإلا كانوا عندنا كنا مقلقين فيهم نورمال نديروهم فوق الحبه ديريكت. بصح شيله لازم الحبه تاع المخبز تاعنا تكون نشفت شويه. وكي تكون عندنا كي تكون هي ناشفه ولا باتا سكر تكون عاده خضراء كيما راكم تشوفوا، ما تكونش ناشفه نحطوها فاسيلمون وتقضب نورمال فوق الحبه. ما تخافوش عليها، ما ديروا لها والو، تقضب كيما راهي. تبداو بالطابع وتحطوها من الفوقه. شوفوا انا بلاصيتها ديريكت. الا ما بغيتش تبلاصا لكم ديروا شويه تاع الماء فوتوها على الحبه وحطوها. هذا هو الشكل النهائي تاعنا تاع الحلويات تاع الحلوه ولا تاع الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. وما تنساونيش بجام وتعليق شباب واشتراك وتفعيل الجرس. سلام، الى فيديو اخر ان شاء الله.